أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يلا بقى بينا نعمل كيكة باليوستفندي، بعصير اليوستفندي. أنا جايبة اللي هي كيس فروتي ومدوباها في نص كوباية مية، وعندي نص كوباية لبن، وعندنا الدقيق كوبايتين دقيق حطيت عليهم باكو بيكنج باودر وذرة ملح ومعلقتين من النشا. وعندي هنا في الخلاط بيضة، حطيت بيضة عشان ما اطولش عليكم، بيضة ومعاها كوباية وربع من السكر، عايزة تحطي كوباية سكر براحتك، ومعلقة من الخل، وضربتهم كويس جدا لحد ما انتوا شايفين شكلهم ايه، فتح خالص وبقى ايه ابيض. هنشوف بعد كده هنعمل ايه. عندي كوباية الا ربع، يعني حاطة 3 معالق كبار من السمنة، وحطيت عليها زيت، وهنحطها بقى على الخليط اللي عندنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ برضو نضربها زي ما احنا شايفين، وهنبدأ نضربهم بقى. عندي معلقة كبيرة من بشر اليوستفندي، كنت عيناه ببشره وعينه في الفريزر، هنحطها برضو على شايفين لونها فاتح وجميل ازاي، لو ان الموبايل برضو مش مبين لونها، هي لونها فاتح جدا. خلاص، وضربت بقى طبعا القشر اليوستفندي مع الخليط. هبدأ اضيف هو عصير الفروتي يوستفندي. وهبدأ اضيف اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وممكن تستغني عن اللبن عادي يعني. والسمنة برضو ممكن تحطي زيت بس وما تحطيش سمنة. هضربهم بقى عشان الصوت وهرجع لكم تاني. ضربت بقى المكونات كلها اهي السايلة مع بعضها. هبدأ بقى انزل بيها على الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها طالعة ايه، يستفندي روعة. ضفت كده حوالي نص كوباية دقيق برضو، لان لقيته المواد السائلة بتاعته كتير. خلاص اهو. عندي الصينية حاطة فيها سمنة ومبدراها بالدقيق، هنزل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي، وخبطتها بقى خبطتين كده وخلاص. هدخلها بقى في الفرن على درجة حرارة، ده بقى بيرجع للفرن اللي عندي، انا عاملاه على 180. خلاص، واما تخلص بقى هوريها لكم باذن الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، خرجتها من الفرن اهي، تحفة. نقطعها بقى.